كلمة سريعة للراجل ده، لريفيرو أو ريبيرو على حسب النطق بتاعه إيه. شوف يا سيدي، النهارده عندك مباراة مهمة جدا جدا قدام انتر ميامي. عارفين وكلنا عارفين يعني ايه ميسي، وكلنا عارفين يعني ايه سواريز، وكلنا عارفين يعني ايه بوسكيتس، وكلنا عارفين الليلة دي كلها ماشية على ايه ورايحة فين وجاية منين. ولكن لما تيجي تتكلم على انتر ميامي فرقة اخدت كل اللي افتكروا ليها كتاريخ ان هي خسرت 6-0 من النصر السعودي، والنصر السعودي نادي الزمالك فاز عليه. فانت مش الحلقه اللي هي هتعمل التاريخ لو فازت على انتر ميامي. انت هتفوز على فريق عادي جدا. التاريخ في حاجه، التاريخ ان انت فزت عليه في بطوله عالميه. مش هيتكتب لك حاجه تاريخيه ان انت فزت على انتر ميامي. فزت على فريق في بطوله عالميه في الافتتاحيه بتاعتها، ولكن مش تاريخ. انتر ميامي فريق طبيعي جدا جدا، خسر 6-0 من النصر السعودي، ما قدرش يتنفس، وفي الماتش التاني خسر 4-3. يعني راجل على المستوى العربي ما عندوش اي حاجه، دفاعه شوربه بمعنى الكلمه. دفاعه بتتفسح فيه. لعيبه النصر السعودي كانت بتتفسح في الدفاع بتاع انتر ميامي. كل اللي عليك اقفل على الراجل اللي اسمه ميسي ده، اقفل على الراجل اللي اسمه بوسكيتس، والعب كرتك الهجوميه من غير اي قلق، من غير اي خوف، من غير اي حاجه ليها علاقه لا ده انا هتحفظ، لا هتحفظ، لا مش عارف اقفل الناحيه دي، لا ما تطيرش الباكات، لا العب لعبك الطبيعي، واللعب لعب النادي الاهلي الطبيعي. هتكسب وبنتيجه كبيره واكتر مما كنت تتخيل. زي ما كنت عامل النادي الاهلي كان عامل حساب لنادي الهلال السعودي او العين الاماراتي، وفاز عليهم بسكور كويس وحلو. قدامك الفرصه ان انت تعمل التاريخ ده، وفي بطوله عالميه في افتتاحيه تبقى اكتر فريق فاز في الافتتاحيات بتاعه كاس العالم للانديه 17 مره، يليك ريال مدريد 16 مره. ولو حسين الشحات النهارده سجل هيبقى الهداف التاريخي للاعيبه العرب في كاس العالم للانديه. فالتوتال ده او الكتالوج ده كله على بعضه انت في ايدك النهارده يا ريفيرو ان انت تحققه. ما عندكش اي عذر، عندك لعيبه كواليتي على اعلى مستوى. يبقى في الاخير ان انت تورينا المستوى الطبيعي للنادي الاهلي اللي منتظرينه، والكواليتي الموجوده من اللعيبه ديت ان هي تورينا الاداء بتاعها في ارضيه الملعب. كل التوفيق النهارده للنادي الاهلي.